يفتح الله بابا قبل موعده يا صاحب الضيم لا تخطئ بإلحاح. سر المباهج أن تأتي بموعدها لا تنجب الأرض زهرا قبل إلقاح. وتشاء أنت من الحياة وتحلم ويشاء ربك في السماء ويحكم. وتبيت تشكو للإله مواجعا وتلوذ بالرب الكريم وتكتم. فيجيء لطف الله دون توقع والله ألطف بالعباد وأعلم. أهلا وسهلا حبيباتي، عدنا والعود أحمد ولا يحلو الكلام إلا بذكر الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. جهزتوا المدرسة يا بنات؟ الحمد لله. واللي ما جهزتش عادي، الموجود يسد. أهم حاجة إن الولاد كويسين وانهم بخير، وربنا يا رب يوفقهم. وتقعدي مع الولاد وتفهميهم كده وتقول لهم الظروف عادي، يعني الفترة دي عادي، وان شاء الله بإذن الله تجي لكم احسن حاجة في اثناء الدراسة كمان ان شاء الله. يا رب يوفقهم ويحفظهم من كل مكروه وسوء. طبعا انا برد على، بصي، بقرأ كل التعليقات اللي بتيجي والله العظيم. كل التعليقات يعني بتسعدني وتسلج صدري والله. ربنا ان شاء الله ينفع بنا وبكم يا رب، ويقدرنا ويقدركم حبيباتي ان شاء الله. انا يا بنات هكلمكم في الفيديو ده بقى، مش هنقعد نعمل روتين في المطبخ وكده، لا، ده احنا نيجي بقى نشم شوية هوا ونشوف الخضرة الحلوة دي. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونتكلم ازاي نعمل فلوس. امال ايه؟ ما احنا لازم يبقى معانا فلوس. وده ليه بتقولي كده؟ لاني جاني سؤال من ام عبد حبيبتي في على الفيديو اللي فات في تعليق، يعني كانت بتقول لي انت مش موظفة، امال ازاي يعني بتبحثي عن شغل؟ بصي، اختك ما هديتش حتى من ايام ما كنت قاعدة في القرية والله. بس طبعا انا مش هحكي عن القرية دلوقتي، انا هخليها في اخر الفيديو شوية. بس هحكي لكم دلوقتي انا ليه مصرة اني اعمل فلوس. والله ليه مصرة اني اعمل فلوس؟ ومش انا بس، وهدف القناة برضو ان كل ست يبقى معاها مصدر دخل اضافي، سواء كانت موظفة، سواء كانت ربة منزل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب، اللي غير تفكيري يا بنات، طبعا اكيد اتمريت في ظروف وحشة. يعني ما هو الانسان ما اتعلمش من المواقف اللي بتحصل له يبقى مش كويس، يعني يبقى مش كويس علشان يبقى فيه مشكلة. فانا كنت طبعا انتوا عارفين يعني بكتب كل شيء كل شيء. لقيت ان معظم المواقف اللي اتحطيت فيها بسبب ايه؟ بسبب الفلوس. يعني لو كان في فلوس معايا في الوقت ده ما كانش حصل مثلا المواقف الصعبة اللي حصلت. فقررت من ساعتها اثقف نفسي في الموضوع ده. اصل الفلوس مش انك تمسكي فلوس في ايدك بس، لا، دي حاجات تاني، فهم مالي وحاجه اسمها اداره ويعني حاجات كبيره قوي. فلقيت كتاب يا بنات اسمه الاب الغني والاب الفقير. ده انا ما اشتريتوش بس سمعته، يعني جبت كله وسمعته على التليفون. ومن ساعتها بقى قررت ايه بقى، اغير ايه, نظرتي خالص بقى. يعني قلت بإذن الواحد الأحد بإذن الله هيكون عندي مصدر دخل إضافي تاني. طبعا الظروف في البلد أيام ما أنا كنت في البلد كانت أحسن بكتير. طبعا ليه؟ لأني أنا ما كان مرتبي كامل، ما كنتش عاملة بيه قرض. وطبعا في البلد الخير كتير بسم الله ما شاء الله. وأنا كنت يعني طيور ومواشي وكل شيء كنت بربيه يعني، وكان بيدر لنا دخل كبير. وطبعا دلوقتي الحمد لله انا اكثر راحه من الريف. ولكن الماديات طبعا انا بحاول ازودها لي. انا لا اتكلم عن اسرتي والبيت وكده، دي مسؤول عنهم زوجي، بس انا عم اتكلم عن نفسي انا كهناء، كحاجه سند ليا. في فيديو انا قلت فيه ان فلوسك دروسك، ومراهمك دي ده رهمك، ده رهمك مراهمك، يعني المرهم اللي هو بيداويكي. دي مش انك ماديه ولا شيء، لا، ده انك عندك قيمه انت عايزه تعمليها. ندخل في الكتاب ونقول لك بالظبط، بس مش الكتاب شرح الكتاب ده، انا هقول لك من حياتنا العمليه مين ومين ومين ومين. وصلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد، وصلوا على النبي كده، وخلي الكومنتات كلها صلاه على النبي يا بنات. وربنا ان شاء الله ينفع بنا وبكم. سواء كنتي ست بيت، سواء كنتي موظفه، هنحلل الكتاب بنظره بسيطه خالص عشان نفهم ونغير نظرتنا بقى للحياه خالص.
أول حاجة هو الكتاب بيحكي عن أبين، أب فقير وأب غني. الفقير بيقول إيه؟ مفيش فلوس، دايما بيقول مفيش فلوس. لكن الغني بيقول إيه؟ إزاي أجيب الفلوس وأكبرها. طب وإحنا مالنا؟ لا، ده إحنا مالنا ومالنا، ده إحنا لنا في رسول الله أسوة حسنة. تعالي نشوف السيرة. عندنا مين؟ عندنا السيدة خديجة. السيدة خديجة دي كانت ست شاطرة جدا، تاجرة كبيرة جدا، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الست خديجة دي مش بس عندها فلوس، لا دي شغلت الفلوس، كبرت رأس مالها، ومن ذكائها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيدير ايه؟ بيدير شغلها. ففي بركة بعد النبي انها تزيد الفلوس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده بالظبط زي الكتاب ما بيقول، خلي فلوسك تشتغل ليك، مش انت اللي تشتغل للفلوس. تاني حاجة في الكتاب يا بنات بتقول ان التعليم مش بس شهادات بس، لا ده فهم مالي وإدارة. ولنا في مين؟ لنا في السيدة شفاء بنت عبد الله رضي الله عنها. آه، في أيام سيدنا عمر بن الخطاب عينها مديرة للسوق، يعني وزيرة اقتصاد كده. وده من إيه؟ ده من ذكائها وخبرتها وعندها فهم مالي. يعني مش هيحطها وزيرة الاقتصاد تدمر الاقتصاد، يعني أكيد عندها فهم مالي. ده شيء، ده احنا دلوقتي بنحكي في الكتاب، ماشي. تالت نقطة يا بنات الكتاب بيركز عليها إن القرارات الذكية هي اللي بتغير الحياة. يعني لازم تفكري، تقعدي كده وتفكري. والقرارات يا بنات تيجي مع إيه؟ مع الكتاب. يعني إيه؟ مثلا حصل لك موقف، اكتبيه عشان تقعدي تبصي عليه قدامك كده، تبصي عليه وتستفيدي من الموقف اللي حصل. القرارات الذكية دي يعني هي اللي بتنقذ مواقف. طب لينا في مين أسوة؟ لينا في السيدة أم سلمة رضي الله عنها، زوجة النبي. عملت إيه السيدة أم سلمة؟ أنقذت موقف كبير جدا. في صلح الحديبية الكفار أو قريش يعني شرطت على النبي وأصحابه أن يرجعوا ما يعملوش عمرة. كانوا جايين يعملوا عمرة، قالوا لهم لا، من شروط صلح الحديبية انكم انتوا ترجعوا ما تعملوش عمرة. الصحابة طبعا زعلوا جدا، يعني وشافوا الشروط فيها ظلم وإجحاف بالمسلمين، ويعني مش لازم هم يوافقوا على الشروط دي. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل ايه على السيدة أم سلمة كده مهموم. فهي أنقذت الموقف بذكاء وقالت له ايه؟ يا رسول الله، انحر انت الأول وأحلق وهم هيتبعوك طبعا. يعني يا بنات المحرم اللي جاي لابس لبس الإحرام ولابس لبس العمرة وحصل ظرف ما وفي حاجة اسمها التحلل. يعني ايه التحلل بقى؟ انك اما يعني تحلق او تذبح الهدي. وطبعا الصحابة كانوا ايه بقى؟ يعني مش راضيين بالشروط. فأول ما النبي سمع رأي السيدة أم سلمة ورأى إن هو إيه؟ رأي سديد، فراح هو عمل كده على طول وهم عملوا وراه. أنقذت موقف بذكاء. وده معناه إن القرارات السليمة اللي بتتخذ صح هي اللي بتغير فعلا الأمور. دي يا بنات الثلاث نقط اللي ركز عليها الكتاب. الغني بيقول ازاي اجيب فلوس، والفقير يقول ما فيش فلوس. وتاني فكرة ان الفلوس هي اللي لازم تشتغل ليك، مش انت اللي تشتغل للفلوس. وتالت فكرة الكتاب بيقولها ان القرارات الذكية هي اللي بتغير الحياة. وده اللي علمته لنا السيدة أم سلمة رضي الله عنها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا بنات هي الموضوع مش موضوع كتب واحنا ازاي، هي مواقف انت بتتحط فيها، وبذلك بتبحثي ازاي انت تكتسبي مهارة عشان تنقذي موقف ما. تكتسبي مهارة، المهارة دي اللي هتكتسبيها تنميها وتطوريها وتكون لك مصدر دخل. حكايتي بقى مع مشاريع اللي في القرية يا بنات، أحد الحاجات اللي عملتها اللي هو كلمتكم عنها اللي هو الحضانة. الحضانة اللي لقيت المكان اللي أنا عايشة فيه مكان ريفي بسيط. الولاد عشان يروحوا حضانة بياخدوا لهم مواصلة وبيكلفوا تكاليف وما فيش يعني في مكاني حضانة كويسة شغالة، وإن في مكان بعيد ومبلغ كبير بالنسبة لحالة الناس يعني. فقررت قلت لا، أنا هعمل حضانة وهتكون بسيطة وبإذن الله هتجيب عدد كبير. وبالفعل بس درست وقعدت فترة بدرس وجهز وكل شيء جهزتها. وكنت بقول لك بعمل كل شيء في الحضانة، يعني من أول الدادة لحد المدير. ومعايا طبعا جبت 2 معايا بنتين ربنا يكرمهم، واشتغلنا. والله العظيم يا بنات إن كان ليها أثر جميل. يعني البنات اللي بتقول لي الناس شغلاني ومش عارفة أظبط حياتي، اشتغلي
عندك انت بتشتغلي فعلا شوفي شغل تاني واشتغلي، ما عندكيش شغل او مش محتاجه شغل، مش محتاجه شغل تاني او اضافي، يعني ما عندكيش وقت، اعملي شوفي مهارة كده انت حباها او انت حابة حاجة تنجزي فيها وابدعي فيها. ابدعي بقى في مجال التكنولوجيا، ابدعي بقى في مجال الخياطة، في الطبخ، في الفن، في يعني الرسم والكلام ده. يعني في الحاجات دي ابدعي، شوفي حاجة تحطي كل طاقتك فيها بحيث انك ما تفضيش للناس دي، يعني لا تشغلك الناس. فانك تكوني عندك هدف لازم توصلي له، دي حاجة أساسية لازم تحطها كل بنت قدامها. ربنا يا رب ينفع بنا وبكم، وإن شاء الله بإذن الله الفيديوهات قادمة بقى هتكون أقوى من كده بإذن الله. ودعمكم يا بنات للقناة ولايك وشير وحبوا الغير. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الإمام الشافعي بعلو قدره، يعني الواحدة برضو مهما كانت بتبقى محتاجة كلام محب ودعوة صديق. فالإمام الشافعي بعلو قدره يا بنات قال لصاحبه لا تغفل عني فإني مكروب. أسأل الله أن يفرج كروبنا جميعا، وأن يعني يكرمنا، وأن يجبر بخاطرنا جبرا يليق بجلاله وجماله وكرمه. وأسألكم بالله الدعاء لنا، وصلوا على النبي.